هنجيب الرز المطحون، تجيبيه من عند العطار بقى مطحون، تطحنيه انت في البيت انت وزوجك، وهتقومي جايبه نفس الحله اللي عملتي فيها جوز الهند، وهتقومي عامله فيها برضو الرز المطحون بنفس طريقه جوز الهند. بس في فرق ان ميه الورد بعد ما بنصفيها ما بندخلهاش التلاجة، بندخلها الفريزر. تمام، عشان الرز بيعمل ريحه بشعه. طيب بعد ما ندخلها في الفريزر هندخله يوم واحد مش يومين، يوم واحد، وبعد كده هنطلعه من الفريزر يفك. لما هيفك نوعا ما الريحه بتاعته مش هتبقى بشعه يعني، بس طبعا ما تبقيش حاطه في الفريزر توم، ها مش عايزين ذكاء. هتطلعيه وهتسيبيه يسيح خالص، وبعد كده تقومي ايه مصفياه برضو، او انت كنت مصفياه قبل كده مش مشكله، وتقومي حطاه على حليب جوز الهند والنشا اللي انت كنتي خلطاهم على النار، هتقومي مزوداه على النار، هيديكي مزيج كده زي ايه، كريم كده شويه. ممكن بقى تزودي وهو على النار كده سكر، يعمل لك ايه بشاميل كده بسيط. وممكن ما تزوديش سكر وتستكفي بالنشا، وتزودي عسل، العسل هيفرد برضو. ولو حطيتي سكر هتحطي معلقه واحده بس على الهيلمان اللي احنا قلناه ده، ولو هتحطي عسل حاولي تحطي كوبايه حلوه كده. وبعد كده تفضلي تقلبي 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 تقلبي، وحطي اي نوع زيوت انت بتحبيها او بتفضليها تغذي الشعر. عندك زيت اللوز الحلو، عندك زيت الزيتون، عندك زيت الارجان، عندك زيت السمسم، الجوجوبا، اي حاجه. المهم ان اي زيت من دول مش هتحطيهم على النار، هتطفي النار والمزيج سخن نص نص كده، هتضيفي عليه الزيت وتخلطي تخلطي تخلطي تخلطي، ممكن كله في الخلاط او بالهاند بلندر اي حاجه، وتقومي حطاه على شعرك. بس حمام الكريم ده هيقعد في التلاجة. طب زيت الزيتون ماده حافظه انه لو سيبنا حمام الكريم بره التلاجة ما يعملش الفقاقيع البيضه دي والعفن او الخضره دي، لا هيعمل. زيت الزيتون ماده حافظه ولكن مش قويه لدرجه انها تحافظ على الرز وعلى النشا. تمام تمام. هتحطيهم بقى من فروه راسك لحد الاطراف بس كده؟ لا طبعا هتسيبيه نص ساعه وتغسليه. في ناس تقعد تقول لك ساعتين، وفي ناس 3 ساعات. انا بالنسبه لي عشان ابقى في السيف سايد، عشان ما نضرش اي نوع من انواع الشعر، نص ساعه كفايه على فوطه سخنه. تلبسي البونيه بتاع الاستحمام او كيس عادي، وتلبسي عليه فوطه سخنه، ولو عندك البرو كاب البسيه هيكون افضل. نص ساعه بالظبط وتشطفي شعرك، هتلاقيه حرير ومفروض، وتعملي بعديه الدوامه، وشعرك هياخد غذاء مش طبيعي وهيتفرد وهيبقى قمر، بروتين طبيعي 100% للشعر. معلومه بقى مهمه، هل انا لما اغسل شعري بعد كده شعري هيفضل مفروض؟ لا طبعا، محتاجه تعمليها كل مره عشان شعرك يتفرد. قلنا مفيش حاجه طبيعيه 100% هتفرد الشعر 100%، استحاله.